حلال يا ولد عمي. والله العظيم حلال يا حاج. كيف؟ يعني الفلوس دي حلال يا ابني؟ سبحان الله، أنا ولا بحب أحكي على الترندات ولا أدخل في هالحوارات، وخاصة الترندات التافهة. أساسا ما بعلق بمخ الشعب إلا الترندات التافهة، وخاصة هذا الترند يعني مشايخ ودعاة وعلماء وأهل دين كلهم ردوا عليه، حتى الشباب اللي محتواهم ليس بالمحتوى الديني ممن يغارون على دينهم ردوا رد جميل على هذا الكلام. امبارحة شفت فيديو لرجل بسيط جدا، دقائق بسيطة بتعلمك معنى تحري الحلال. اجبرني هذا الرجل انه اتكلم غصب عني، زلمة عمره 67 سنة، الله يمد في عمره. الحج عبد العظيم ظهر مع الأستاذ أحمد رأفت اللي بسمي حاله مذيع الشارع، اللي أنا بكن له كل الحب والاحترام والتقدير، وخاصة على برنامجه الرائع جبر الخواطر. والبرنامج هو عبارة عن أنه بيصطاد هالناس الدراويش البسطاء، بيتصيدوا صيد، وبيجي بيسألهم أسئلة لا تكاد أن تكون أسئلة، يعني أسئلة بسيطة جدا، بحجة أنه هي مسابقة، وإذا أنت ربحت بهالمسابقة راح نعطيك جائزة مالية. طبعا هي نوع من أنواع المساعدة، ولكن كي لا يشعر أنه هذا الشخص عم نعطيك نحن مال مثلا صدقة، أو نحن عم نتحنن عليك، أو يشعر بالذل بالمهانة، لا، أنت داخل معنا مسابقة، فأنت جاوبت وكسبت، فبتاخذ المصرات وأنت عزيز. سأل المذيع هالإنسان الطيب سؤال وجاوب، وكسب معه الجائزة المالية. كان سؤال هالرجل السؤال اللي هز قلبي. حلال يا ولد عمي. والله العظيم حلال يا حاج. بعد ما مسك المصرات قال له طب هلا هالمصرات هاي حلال؟ ألف مبروك، كسبت 3000 جنيه يا حاج. ليه مرة واحدة كده؟ أيوة يا حاج، اتفضل يا حاج. يعني حلال دول؟ أيوة يا حاج والله حلال. الله يرضى عليك يا شيخ. الله يبارك لك يا حاج، الله يكرمك. والله ملحوظ هذا ما إيه؟ كيف الكلام ده؟ أنا ما بضل معي 5 ليرة حد بعطى 100. الزلمة من فرحته بالمصرات تلعثم لسانه، يعني ما بقى الكلام ما بقى يكون لا من الفرح. ورجع بعد هالفرح استوقف على شيء معين، بده يرجع يتأكد يعني حلال دول؟ خايف لا يكون فيهم حرمانية ولا حاجة. حرمانية؟ لا يكون فيهم حاجة حرام نجيبها من بعدين. مالك بس يا حاج، مالك كده يا مصطفى؟ مالك بس يا حاج؟ حاج والله فلوس حلال، ما تقلقش. واحد يجيب واحد ماشي كده دي 3000 كده. ربنا سبحانه وتعالى اللي كاتبها لك. وهنا يسكت أحمد رأفت ويسكت العالم بأسره. الزلمة خلص من الفرحة وبدأ بهم ثقيل: هل هذه الأموال حلال أم حرام؟ بعد ما حلف له أحمد أكثر من مرة إنه والله يا حج هالمصرات حلال، أنت سألتني وجاوبت وكسبت هالأموال. فقال له كلمة بسيطة: نجيبها منين بعدين؟ استغرب الحج إنه أنت ماشي هيك واحد يوقفك ويعطيك 3000 جنيه، لأنه في مجتمعنا صارت شيء. استغرب هذا الرجل انه واحد يعني وقفك ويعطيك 3000 جنيه، هذا شيء يعني مستحيل. ليش مستحيل؟ لانه فعلا صارت بمجتمعنا هذا شيء مستحيل. الناس الاغنياء، الناس اللي عم تدفع المصراتة في مكان وفي السهر وفي الطلعة وفي النزلة وفي هالامور، راعوا هالغلابة. لو انتوا ضليتوا عم تدفعوا لهم ما كان استغرب هالزلمة، ما كان حدا وصل لهالموضوع.
انتوا بتعرفوا ليش هالزلمة كان شاكك بحرمانية هذا المبلغ؟ يعني ليش شاكك انه هذا المبلغ قد يكون حرام ام حلال؟ هذه الناس في عندها قاعدة اساسية للحصول على المال، وهي انه لازم يشقى ان يتعب كي يحصل على هذا المال، ان يعمل فيتعب فيحصل على المال مقابله. اسمعوا لهالست. خد يا حاجه، انت خايفه ليه؟ انا مش خايفه، انا يعني هي حلال كده. ايوه يا حاجه، يعني حرام ليه طيب يا حاجه؟ عشان انا مشيتش بيها. علشان انا مش قدش فيهم. طيب هالناس من وين جابوا هالقاعدة وتعلموها؟ من رسول الله صلوا عليه. ما اكل احد طعاما خيرا من ان يأكل من عمل يده، وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. نحن بنسأل انفسنا، نحن شقينا بهالمصرات اللي عم تجينا؟ في قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. إني بما تعملون عليم. بما تعملون عليم. فكرنا في يوم إنه عالم الغيب والشهادة يطلع علينا؟ من وين جبنا هالمصرات وين صرفناهم؟ فكرنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي العبد يسأل عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. وبمناسبة هالكلام بحب أوجه رسالة لكل واحد بيبذل عرضه وشرفه وكرامته من أجل المال، وخاصة هالناس اللي عم نشوفهم على السوشيال ميديا. كل واحد عم طالع أخته، عم طالع بنته، عم طالع مرته، بس مشان يجيب أموال وهدايا، أو بيسمح لعرضه إنه يطلعوا بفيديوهات لحالهم ويتراقصوا ويتغنوا ويحكوا حتى لو كان بس كلام، ويجاملوا أبا فلان وأبا علان وفلان الفلاني اللي عم يبعث لهم هدايا. ونسوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الرزاق الله، ليس فلان وفلان، الله هو الذي يرزقنا وإياكم. الله. ألا تعلم أخي الكريم، أختي الكريمة، أن الاستغناء عن الناس بالكسب الحلال شرف عال وعز منيف، وأن في طلب المكاسب وصلاح الأموال سلامة الدين، صون العرض، وجمال الوجه، ومقام العز. هذا الرجل الطيب وغيره كانوا يسألون: هل هذه الأموال حلال؟ أول سؤال لهم: هل المصرات حلال؟ ليش نحن عم نتغافل عن هذا السؤال؟ ما بيهمنا. التجارة شطارة، أكل أخيك المؤمن شطارة، مال فلان شطارة، السرقة شطارة، الاحتيال شطارة. شلون عم تطعمي أولادك مال حرام؟ كيف تقبل أن تأكل أنت مال حرام؟ قال رسول الله صلى عليه: إن الله حرم عن الجنة كل لحم نبت من سحت، النار أولى به والعياذ بالله. نسأل الله السلام. إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. أتمنى أن هذا الكلام يؤخذ على محمل الجنة، وكل واحد من بيناتنا يراجع حساباته. حاسب نفسك قبل أن تحاسب. الحاج عبد العظيم قال إنه هي مسؤولية، هاي المصرات اللي عم تدخلك مسؤولية، وقال كلمة طيبة جدا. يفنن بعدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محدثكم أخوكم العبد لله جهاد حجار. نشوفكم بحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شير، وإذا عجبك هذا الموضوع حاول أنك أنت تشاركه مع أخواتك وأصحابك وكل الناس اللي بتخاف عليهم حتى يستمعوا هذا القول ويكون في ميزان حسناتنا وميزان حسناتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أنا بسأله طول النهار، أنا قاعد بسأله طول النهار، وعشان كده ربنا بعتني.
لله. يا حبيبي يا حاج. يا صلاة النبي، الله يسلمك. ربنا يكفيك شر المرض يا ابني. يعني الفلوس دي حلال يا ابني؟ والله حلال يا حاج. طب الحمد لله. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي، الله يكرمك، الله يكرمك، الله يوسع عليك يا ابني. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زال الحديث موصولا في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، ولا زال الحديث موصولا في باب الصدق، وهو باب من أخذ به نجا ومن تركه هلك. فالصدق لطالما كان منجاة لأهله، ولطالما كان الكذب هلكة على أهله. فقد أتممنا بفضل الله تعالى فيما جاء في آيات في أول الباب، واليوم مع الحديث الأول في الباب، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي لفظ: وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي لفظ: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه نفع كبير، وفيه معاني كثيرة، وفيه آيات شرعية وكونية لابد للمرء أن يجعلها أمام عينيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق. ما هو الصدق؟ الصدق هو مطابقة الخبر الواقع. الصدق هو مطابقة الخبر الواقع، أي لو أن رجلا أخبر بخبر لا يطابق الواقع لا يعتبر صدقا، فإنما هو كذب. وإنما يكون الصدق إذا طابق الخبر الواقع. بأنك إن سئلت مثلا في أي مكان أنت الآن، قلت في المسجد، هذا خبر طابق الواقع فهو صدق. أما لو قلت غير ذلك فإن خبرك لم يطابق الواقع فإنه ليس بصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق. والصدق منجاة في كل أمر، فقد يكون الصدق إما فعليا وإما قوليا. فإذا كان الصدق بالقول فهو أن يقر الرجل بخبر يطابق الواقع، فمن قال بخبر لم يطابق الواقع فقد كذب. كذلك من قال بأن الله تعالى ليس بأحد فإنه كاذب، لأن الله تعالى أحد فرد صمد. فلذلك غير المسلم الذي يقول أن الله تعالى ثالث ثلاثة، أو أن يقول الله تعالى ليس في السماء، أو أن يفتري على الله الكذب، فهذا أكذب الكذابين، لأنه افترى على الله تعالى الكذب. فغير المسلم كاذب. كذلك المنافق إنه يقول بلسانه ويظهر بلسانه أقوالا ويكذب على الآخرين. كذلك الذي يكذب بأعماله، فمنه المنافق أيضا بأنه يظهر للناس صلاة وعملا وجهادا وصدقة وحج، غير أن قلبه لا يقر بذلك، فهو أيضا يكون كاذبا في فعله. فإما أن يكون الصدق باللسان أو بالعمل، وكذلك يكون الكذب باللسان وبالعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق،
فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر هو معناه كثرة الخير، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر معناه كثرة الخير. وإن الله تعالى من أسمائه البر، إنه هو البر الرحيم، أي الذي خيره كثير فلا يعد. فالتزام المرء بالصدق يجعل له حسنات كثيرة، ويجعل له بابا في الخير كبير، فإن هذا الصدق يهديه إلى البر. وما هدي الرجل إلى البر إلا أن يهدى إلى الجنة، فإنها غاية كل مسلم وسلعة الله الغالية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فمن التزم الصدق ثم هداه الله تعالى بالتزامه الصدق إلى البر كان ثوابا على الله تعالى أو لزاما على الله تعالى أن يدخله الجنة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذلك فقال: وإياكم والكذب. إياكم والكذب في كل أمر، سواء كان قولا أو فعلا، بأن يقول المرء ما ليس بالحقيقة، أو يفعل المرء فعلا لم ينو به ولم يقصد به خيرا، كأن يأتي مثلا إلى الصلاة ليقال له مصل، أو لينفق ليقال له جواد، أو ليجاهد أو ليذهب في سبيل الله ليقال له جريء. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من تسعر بهم النار 3 نفر، أول من تسعر بهم النار 3 نفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: منفق ومجاهد وقارئ للقرآن، والعياذ بالله. قال: منفق ومجاهد وقارئ للقرآن. قال: فجيء بالأول فعرفه نعمه عليه فعرفها، أجيء بالذي هو منفق في سبيل الله فعرفه الله تعالى نعمته عليه بأنه أعطاه مالا وأعطاه ولدا وأعطاه مدخرات وتجارة يكتسب منها، فقال له: ما فعلت فيها؟ قال: ما تركت لك سبيل خير إلا أنفقت لك فيه. قال: كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد، يعني كريم، وقد قيل، يعني قيل هذا الأمر في الحياة الدنيا، ثم سحب به فألقي في النار. ثم يؤتى بالذي جاهد أو بالمجاهد فعرفه نعمه عليه فعرفها، يعني أعطاه الله تعالى خيلا أو أعطاه الله مقاومات الجهاد من عدة وعداد ومال، فعرفه نعمه عليه فعرفها. قال له: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت لك سبيل جهاد إلا جهدت. قال: كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء، فقد قيل ثم سحب على وجهه فألقي في النار. ثم يؤتى برجل قرأ القرآن، وفي رواية يؤتى بعالم، فقال له بعدما عرفه نعمه عليه: ما فعلت فيها؟ قال: ما تركت لك موضع يقرأ فيه القرآن إلا قرأت، وما تركت لك بابا فيه علم إلا علمته وعلمت وتعلمت. قال: كذبت، وإنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل ثم أخذ على وجهه فألقي في النار. هذا إن دل والعياذ بالله فإنما يدل على عدم الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وعلى عكسه إن الكذب يهدي إلى الفجور، لأن كل أمر كذب يجعل صاحبه فيه فجر والعياذ بالله، فالفجور هذا يؤدي به حتما إلى النار. وإن الرجل لابد له من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بصدق، فإن وجد الله تعالى منه الصدق جعل له القبول. لذلك يكون الصدق في أي أمر يقبل، ما دام الصدق في أي أمر قبل، وما كان فيه الكذب إلا نفر منه. لذلك قيل لإبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله، قال له الوعاظ ذات يوم: يا إبراهيم، ما لنا نعظ وتعظ فيقبل منك ولا يقبل منا. يعني إبراهيم بن أدهم لما كان يعظ الناس ترى الناس يبكون. إبراهيم بن أدهم لما يكون في مكان ناس تجتمع حواليه وناس تبكي، يسمع الكلمة من إبراهيم بن أدهم يظل يبكون،
وغيره من أمثالي وأمثال غيري مثلا، ونستغفر الله على التقصير، يعز ما يعز ولكن لا يقبل. لماذا؟ قال له إبراهيم بن أدهم: لأنه ليست النائحة كالسكلة، ليست النائحة كالسكلة اللي ولدها توفى. النهارده لما بتبكي صح، بتبكي الحرة، لكن النائحة المستأجرة اللي جايبين يجيبوها عشان تتكلم كلمتين وتصور صورتين، ليست النائحة كالسكلة، إنما السكلة تنوح بوجل، غير التي تستأجر فإنها تنوح مقابل مال أو مقابل أجرة، فلا يهمها من الأمر شيء. ومن الطريف أنه ذات يوم كان قيس بن الملوح، يعرفون قيس بن الملوح اللي هو الشاعر المعروف دائما حتى وصل للجنان قالوا مجنون ليلى. قيس بن الملوح على الرغم شوف حصلت معه موقعة وفعلة هي فعلة تافهة غير أنها فيها عبرة. مر قيس بن الملوح على قوم يصلون، مر عليهم وهم يصلون، مر بين أيديهم، فلما فرغوا من صلاتهم يعني كان يمشي هو مش دريان، هو ماشي يكلم نفسه أو يقول الشعر في من يقول مثلا، فمش دريان بنفسه، مر بين المصلين. فبعدما فرغوا قالوا له: يا قيس ألا تدري ما فعلت؟ قال: وما فعلت؟ قالوا: لقد مررت بين أيدينا. قال لهم: لم أراكم. قالوا: أسلبت ليلى لبك حتى لا ترانا؟ قال: والله لو أنكم أحببتم الله حبي ليلى ما رأيتموني. يعني هم بيحب الله سبحانه وتعالى في صلاتهم زي ما هو بيحب ليلى، هم مش هيشوفوهم غش. فاهم القصة دي ازاي؟ والله لو أنكم تحبون الله كما أحب ليلى ما رأيتموني. فما ظنك لما رجل يسلب لبه بامرأة تعمي بصره عن الناس، فما ظنكم إن صدق العبد ربه في حبه سبحانه وتعالى يهديه حتما إلى الجنة، يكون هذا باب صدق له فيه نجاة. ومن الصدق أيضا ألا يحدث الرجل إلا صدقا، وكان ذلك في قصة كعب بن مالك التي قد ذكرناها في أيام التي خلت، بأن كان كعب بن مالك لما من الله تعالى عليه بالتوبة كان قال: اللهم ما دام من الله عليه بالتوبة أن ينخلع أمام النبي صلى الله عليه وسلم من كل ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله علي أن ينخلع من كل ماله صدقة لله ثم لا أحدث بعدها إلا صدقا. أي أن في هذه لو أن رجلا تاب الله تعالى عليه لا بد له أن يتصدق بشيء من ماله ثم لا يحدث إلا صدقا. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زال الحديث موصولا في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، ولا زال الحديث موصولا في باب الصدق، وهو باب من أخذ به نجا ومن تركه هلك. فالصدق لطالما كان منجاة لأهله، ولطالما كان الكذب هلكة على أهله. فقد أتممنا بفضل الله تعالى فيما جاء في آيات في أول الباب، واليوم مع الحديث الأول في الباب، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي لفظ: وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي لفظ: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه نفع كبير، وفيه معاني كثيرة، وفيه آيات شرعية وكونية لابد للمرء أن يجعلها أمام عينيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق. ما هو الصدق؟ الصدق هو مطابقة الخبر الواقع. الصدق هو مطابقة الخبر الواقع، أي لو أن رجلا أخبر بخبر لا يطابق الواقع لا يعتبر صدقا، فإنما هو كذب. وإنما يكون الصدق إذا طابق الخبر الواقع، بأنك إن سئلت مثلا في أي مكان أنت الآن، قلت في المسجد، هذا خبر طابق الواقع فهو صدق. أما لو قلت غير ذلك فإن خبرك لم يطابق الواقع فإنه ليس بصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق. والصدق منجاة في كل أمر، فقد يكون الصدق إما فعليا وإما قوليا. فإذا كان الصدق بالقول فهو أن يقر الرجل بخبر يطابق الواقع، فمن قال بخبر لم يطابق الواقع فقد كذب. كذلك من قال بأن الله تعالى ليس بأحد فإنه كاذب، لأن الله تعالى أحد فرد صمد. فلذلك غير المسلم الذي يقول أن الله تعالى ثالث ثلاثة، أو أن يقول الله تعالى ليس في السماء، أو أن يفتري على الله الكذب، فهذا أكذب الكذابين، لأنه افترى على الله تعالى الكذب. فغير المسلم كاذب. كذلك المنافق إنه يقول بلسانه ويظهر بلسانه أقوالا ويكذب على الآخرين. كذلك الذي يكذب بأعماله، فمنه المنافق أيضا بأنه يظهر للناس صلاة وعملا وجهادا وصدقة وحج، غير أن قلبه لا يقر بذلك، فهو أيضا يكون كاذبا في فعله. فإما أن يكون الصدق باللسان أو بالعمل، وكذلك يكون الكذب باللسان وبالعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر هو معناه كثرة الخير، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر معناه كثرة الخير. وإن الله تعالى من أسمائه البر، إنه هو البر الرحيم، أي الذي خيره كثير فلا يعد. فالتزام المرء بالصدق يجعل له حسنات كثيرة، ويجعل له بابا في الخير كبير، فإن هذا الصدق يهديه إلى البر. وما هدي الرجل إلى البر إلا أن يهدى إلى الجنة، فإنها غاية كل مسلم وسلعة الله الغالية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فمن التزم الصدق ثم هداه الله تعالى بالتزامه الصدق إلى البر كان ثوابا على الله تعالى أو لزاما على الله تعالى أن يدخله الجنة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذلك فقال: وإياكم والكذب. إياكم والكذب في كل أمر، سواء كان قولا أو فعلا، بأن يقول المرء ما ليس بالحقيقة، أو يفعل المرء فعلا لم ينو به ولم يقصد به خيرا، كأن يأتي مثلا إلى الصلاة ليقال له مصل، أو لينفق ليقال له جواد، أو ليجاهد أو يذهب في سبيل الله ليقال له جريء. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من تسعر بهم النار 3 نفر. أول من تسعر بهم النار 3 نفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: منفق ومجاهد وقارئ للقرآن، والعياذ بالله. قال: منفق ومجاهد وقارئ للقرآن. قال: فجيء بالأول فعرفه نعمه عليه فعرفنا، أي جيء بالذي هو منفق في سبيل الله فعرفه الله تعالى نعمته عليه بأنه أعطاه مالا وأعطاه ولدا
وأعطاه مدخرات وتجارة يكتسب منها، فقال له: ما فعلت فيها؟ قال: ما تركت لك سبيل خير إلا أنفقت لك فيه. قال: كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد، يعني كريم. وقد قيل، يعني قيل هذا الأمر في الحياة الدنيا، ثم سحب به فألقي في النار، ثم يؤتى بالذي جاهد أو بالمجاهد فعرفه نعمه عليه فعرفها، يعني أعطاه الله تعالى خيلا أو أعطاه الله مقاومات الجهاد من عدة وعداد ومال، فعرفه نعمه عليه فعرفها. قال له: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت لك سبيل جهاد إلا جهدت. قال: كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء. فقد قيل: ثم سحب على وجهه فألقي في النار. ثم يؤتى برجل قرأ القرآن، وفي رواية يؤتى بعالم، فقال له بعدما عرفه نعمه عليه: ما فعلت فيها؟ قال: ما تركت لك موضع يقرأ فيه القرآن إلا قرأت، وما تركت لك بابا فيه علم إلا علمته وتعلمت. قال: كذبت، وإنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل: ثم أخذ على وجهه فألقي في النار. هذا إن دل والعياذ بالله فإنما يدل على عدم الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وعلى عكسه إن الكذب يهدي إلى الفجور، لأن كل أمر كذب يجعل صاحبه فيه فجر والعياذ بالله، فالفجور هذا يؤدي به حتما إلى النار. وإن الرجل لابد له من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بصدق، فإن وجد الله تعالى منه الصدق جعل له القبول. لذلك يكون الصدق في أي أمر يقبل، ما دام الصدق في أي أمر قبل، وما كان فيه الكذب إلا نفر منه. لذلك قيل لإبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله، قال له وعاظ ذات يوم: يا إبراهيم، ما لنا نعز وتعز فيقبل منك ولا يقبل منا. يعني إبراهيم بن أدهم لما كان يعظ الناس ترى الناس يبكون. إبراهيم بن أدهم لما يكون في مكان الناس تجتمع حواليه والناس تبكي، يسمع الكلمة من إبراهيم بن أدهم يظل يبكون. وغيره من أمثاله وأمثال غيره مثلا، ونستغفر الله على التقصير، يعز ما يعز ولكن لا يقبل. لماذا؟ قال له إبراهيم بن أدهم: لأنه ليست النائحة كالسكلة، ليست النائحة كالسكلة اللي ولدها توفى. النهارده لما بتبكي صح، بتبكي الحرة، لكن النائحة المستأجرة اللي جايبين يجيبوها عشان تتكلم كلمتين وتصور صورتين، ليست النائحة كالسكلة، إنما السكلة تلوح بوجل، غير التي تستأجر فإنها تلوح مقابل مال أو مقابل أجرة، فلا يهمها من الأمر شيء. ومن الطريف أنه ذات يوم كان قيس بن الملوح، يعرفون قيس بن الملوح اللي هو الشاعر المعروف دائما حتى وصل بالجنان قالوا مجنون ليلى. قيس بن الملوح على الرغم شوف حصلت معه موقعة وفعلة هي فعلة تافهة غير أنها فيها عبرة. مر قيس بن الملوح على قوم يصلون، مر عليهم وهم يصلون مر بين أيديهم، فلما فرغوا من صلاتهم يعني كان يمشي هو مش دريان، هو ماشي يكلم نفسه أو يقول الشعر في من يقول مثلا، فمش دريان بنفسه، مر بين المصلين. فبعدما فرغوا قالوا له يا قيس ألا تدري ما فعلت؟ قال وما فعلت؟ قالوا لقد مررت بين أيدينا. قال لهم لم أراكم. قالوا أسلبت ليلى لبك حتى لا ترانا؟ قال والله لو أنكم أحببتم الله حبي ليلى ما رأيتموني. يعني هم بيحبوه بحب الله سبحانه وتعالى في صلاتهم زي ما هو بيحب ليلى، هم مش هيشوفوهم غش. لا فاهم القصة دي ازاي؟ والله لو أنكم تحبون الله كما أحب ليلى ما رأيتموني. فما ظنك لما رجل يسلب لبه بامرأة تعمي بصره عن الناس، فما ظنكم إن صدق العبد ربه في حبه سبحانه وتعالى يهديه حتما إلى الجنة، يكون هذا باب صدق له فيه نجاة. ومن الصدق أيضا ألا يحدث الرجل إلا صدقا،
وكان ذلك في قصة كعب بن مالك التي قد ذكرناها في أيام التي خلت، بأن كان كعب بن مالك لما من الله تعالى عليه بالتوبة كان قال اللهم ما دام من الله عليه بالتوبة أن انخلع أمام النبي صلى الله عليه وسلم من كل ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لله علي أن انخلع من كل ماله صدقة لله ثم لا أحدث بعدها إلا صدقا، أي أن في هذه لو أن رجلا تاب الله تعالى عليه لا بد له أن يتصدق بشيء من ماله ثم لا يحدث إلا صدقا. وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زال الحديث موصولا في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، ولا زال الحديث موصولا في باب الصدق، وهو باب فيه نفع كبير. لطالما قلنا بأنه من أخذ به نجا ومن تخلف عنه هلك. وقد سبق الذكر في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اليوم مع حديث 55 في الكتاب، وهو الثاني في هذا الباب، وهو باب الصدق، وهو عن أبي محمد الحسن بن علي رضي الله عنهما ورضي الله عن أمه وأبيه، وصل اللهم وسلم على جده صلاة دائمة إلى يوم القيامة. قال الحسن بن علي رضي الله عنه: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا بأن الصدق معناه مطابقة الخبر الواقع، فإن الكذب لا يطابق الواقع. وهنا أيضا تعريف جديد في هذا الباب أو في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والريب معناه الشك، كما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، أي لا شك، أي أن هذا القرآن العظيم لا شك فيه هدى للمتقين. فالريب معناه الشك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حفظه عنه الحسن بن علي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع الأمور التي تشك فيها إلى الأمور التي فيها تتيقن، وخاصة ولا سيما إذا كان الأمر أمر دين، فإنه لا يحتمل أبدا أن يكون المرء يعبد الله تعالى على حرف، أو يعبد الله تعالى على شك، أو يتخذ أمرا في عبادة وهو غير مستقر فيه. لذلك كان من شرع الله تعالى ومما فتح الله تعالى به في أبواب الفقه على الفقهاء أن يأخذوا دائما بالأحوط. فإذا صلى الرجل مثلا في صلاة الرباعية ثم ظن هل صلى ثلاثا أم أربعا، قرر أهل العلم والفقه جميعا بأن يبني على الأقل حتى لا يتسلل إليه الشك، حتى يكون مبنيا على اليقين، فيصلي كأنه صلى ثلاثا ثم يأتي مثلا بالرابعة ويسجد سجدتين السهو. هذا حتى يخرج المرء من دائرة الشك إلى دائرة اليقين. فإن كان ذلك فهو في دين الله أولى، حتى إن كان ذلك فهو في دين الله أولى. ولطالما يبعد
كان متيقنا بالفعل فعله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. هذه هي القاعدة: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ساق النبي صلى الله عليه وسلم مثالا فقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يعني واحد مثلا يرعى قطيع أغنام، يرعى قطيع بقر، يرعى أي كان، يرعى كالراعي يرعى حول الحمى. لو أن رجلا سلطانا أو ملكا له قصر وله حمى أو له جنود في هذا المكان، فيمنع الناس من الاقتراب. يعني واحد كده لو ماشي جنب أي سور يقول لك ممنوع الاقتراب بالتصوير مثلا. فالذي يوقع نفسه في الشبهات مثله كمثل الراعي الذي يرعى حول الحمى. أرض الله واسعة حتى يرعى فيها، غير أنه يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني يوشك أن يقع في هذا الحمى الذي ليس له فيه ملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في الأرض محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. لذلك المرء الذي يوقع نفسه دائما في الأمور المتشابهة والذي يذهب بها حتى يختلط عليه الأمر ويتلبس، إنما أوقع نفسه في شبهات، وإنما أوقع نفسه في حمى الملك. وأغير من يغار على حماه الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا في باب العقائد أولى، لأنه لما تسمع مثلا قولا ممن يقولون وينفون عن الله سبحانه وتعالى ما أثبته الله لنفسه، هذا أمر ضال. حينما تسمع مثلا أنهم يقولون بأن قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم هذه معناها قدرة الله فوق قدرتهم، هذا أمر ما أنزل الله به سلطان. بعدما يثبت الله تعالى لنفسه يد لا أحد ينكرها ولا أحد يؤولها. فإنا نعبد الله تعالى، هذا منهج أهل السنة والجماعة، إنما يعبدون الله تعالى ويثبتون لله تعالى أسماءه وصفاته بلا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، فإنما ينسبون لله تعالى ما نسبه لنفسه وينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه. قال الله تعالى حينما قالت اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ثم قال ما قالش يد واحدة اللي هم أنسبوها، بل قال بزيادة سبحانه وتعالى، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فنحن بفضل الله تعالى وأهل السنة والجماعة يعبدون الله تعالى كما أراد الله، فيثبتون لله تعالى أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى كما أراد الله سبحانه وتعالى، لا يقعون في الشبهات ولا يقعون في الأمر الذي فيه شك، لا يقعون في الأمر الذي فيه شك، فيخرجون من دائرة الشك إلى دائرة اليقين. لا يستخدم عقله حتى يثبت لله تعالى ما لم يثبته الله تعالى لنفسه. أوليس الله الذي قال كل شيء هالك إلا وجهه، فثبت لنفسه وجه سبحانه وتعالى. حينما يخرج ممن خرج من المعتزلة والشيعة ثم في عصرنا على شاكلتهم كثير ممن ينسبون إلى الإسلام والإسلام منهم براء، ينسبون لله تعالى ما ليس له، فهذا أمر كفر وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثبت الله لنفسه تعالى يد، وثبت لنفسه سبحانه وتعالى وجه، وثبت لنفسه السمع والبصر، وثبت لنفسه الساق سبحانه وتعالى لما قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ساق لله سبحانه وتعالى. لكن كيف هذا الذي فيه مقال؟ كيف لا تسأل كيف؟ لأن مالكا رحمه الله لما كان في مجلسه فدخل أحد
ممن سأله فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء منه معلوم، أي أن الله تعالى أخبرنا بأنه استوى. قال الله: الرحمن على العرش استوى، هو استوى سبحانه وتعالى. والكيف منه مجهول، كيف استوى هذه مش بتاعته. المرء لا يستطيع أصلا أن يتفكر أو أن يأتي في نفسه بشيء. يعني الواحد فينا لو حب يتفكر كيف خلقه الله سبحانه وتعالى بالنطفة، شوف النطفة دي ازاي بتكون، ثم صرت على ما صرت عليه، مخك ما يستوعبش. تريد بهذا المخ الضئيل الذي لا يستوعب خلق نفسك أن يستوعب قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن يستوعب مكان الله سبحانه وتعالى. العقول لا تأتي بهذا أبدا. فمن أراد بذلك إنما لا بد له من الضلال، لا بد له من الضلال. فقال له: الاستواء منه معلوم، والكيف الكيف فيه مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة. قال: فأمر به فأخرج من المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي حفظه عنه الحسن بن علي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي لا تشغل عقلك وقلبك بالأمور المتشابهة التي إذا انجرفت خلفها هلكت، وإنما تثبت وتيقن وخذ الأمور الواضحة الجلية، ولا أوضح ولا أجل ولا أجلى مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. هذه أمور لا أحد أبدا يستخدم فيه عقله. الذي يستخدم فيه عقله فقد تردى، الذي يستخدم فيه عقله فقد تردى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة. لطالما إن الصدق يأتي بالطمأنينة لصاحبه، لطالما ولا يزال الصدق يأتي بالطمأنينة إلى قلب صاحبه، وإن كان مخطئا. إن كان الرجل مخطئا مثلا في أمر من أمور الحياة أو أمر من أمور حتى وإن كان في أمر من أمور العبادات، وإنما صدق كما قال الله تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وكما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن الصدق طمأنينة. ترى الصادق مطمئن في نفسه، مطمئن في بيته، مطمئن بين أصحابه وأقرانه، مطمئن في مسجده، مطمئن في شارعه، لأنه ليس عنده شيء يخفيه، هو صادق وواضح وجلي. فالذي يخفيه إنما الكذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. فإن الكذب ريبة، لأن الكذب فالذي يكذب دائما يرتاب، دائما على شك. هو في الأصل في أول ما يشك في الأمر يشك في ذاته، تراه دائما لا يصدق الناس، تراه مهما تأتيه بالأخبار الصادقة ترى عنده شك فيها. هو أصلا في قرارة نفسه غير صادق، فتراه دائما يكذب ويتهم الآخرين بالكذب. ثم تراه إذا تحدث كذب نفسه ويظل وجه على وجه، هل يصدقه الناس أم لا يصدقه؟ لأنه مرتاب، لأن الكذب ريبة، لأنه أخبر بأمر ليس بواقع، ولأنه دخل في أمور ليست بالحقيقة، فتراه دائما على وجه، هل صدقه الناس أم لم يصدقوه؟ لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتحدث المرء إلا صدقا. ولطالما نذكر آخر ما نختم فيه في الباب قولة كعب بن مالك رضي الله عنه لما نجاه الله تعالى بصدقه قال: لله علي أن أنخلع من مالي كله صدقة لله وألا أحدث إلا صدقا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أبق من مالك شيئا فهو لك أنفع. ولا زال كعب بن مالك لا يحدث إلا صدقا حتى توفاه الله. كان هذا في باب الصدق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان
يصفون. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زال الحديث موصولا في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، ولا زال الحديث موصولا في باب، هو الباب الخامس، بعدما ذكرنا باب النية وباب التوبة وباب الصبر وباب الصدق، فإن بفضل الله تعالى مع باب المراقبة. وقد ذكرنا فيه بأن العبد له مراقبة لربه، وأن لله تعالى مراقبة على عباده. المراقبة نوعان: إما مراقبة العبد ربه، وإما مراقبة الله سبحانه وتعالى لخلقه. وقد ذكرنا بأن العبد إذا صار في المراقبة بإخلاص وسلك مسلكها وصل إلى المعية من الله سبحانه وتعالى. فقد ذكرنا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، وقال له أبو بكر: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. وكان ذلك في الغار لما كان يخطبه المشركون. قال له: يا أبا بكر لا تحزن، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه، فقال سبحانه وتعالى فيما جاء بأن الله سبحانه وتعالى قال على لسان نبيه: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فقد ذكر الله تعالى أيضا في كتابه ما جاء في موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما أرسله الله تعالى إلى قومه، فلما قال له ولأخيه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال أي موسى وهارون: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى على فرعون. قال الله سبحانه وتعالى لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالمعية من الله سبحانه وتعالى كانت لموسى وهارون لما استقر في موسى وهارون حق المراقبة. وقد ذكر الكاتب رحمه الله فيما ذكره الحديث الطويل الذي قد ذكرناه فيما سبق، وكان مما جاء فيه من باب القدر. فذكر الحديث وهو عن عمر رضي الله عنه الذي فيه في نص المراقبة، وبعدما سأله عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والحديث بمجمله عن يحيى بن معمر رحمه الله قال: إنه أول من تحدث في القدر أو أول من تكلم في القدر معبد الجهني. قال يحيى بن معمر: فذهبت أنا ومحمد بن عبد الرحمن الأسلمي حاجين أو معتمرين نستيقن الأمر. يعني معبد الجهني هذا تكلم في القدر وقال أن الأمر ليس فيه قدر، بل أن الأمر أنف، الأمر مجرد طبيعة. فالأمر مجرد طبيعة، والطبيعة تفعل فعلتها في الكون. فلما سمع يحيى بن معمر بذلك قال: استنكر الأمر. قال: فذهبت أنا ومحمد بن عبد الرحمن الأسلمي، وكان له صاحب، قال: حاجين أو معتمرين يستيقن الأمر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر، يعني لما صدق في نيتهما بطلب العلم وأن يستبين من هذا الأمر وفق لهما عبد الله بن عمر. قال: فقلنا له: يا أبا محمد، إنا قد تركنا خلفنا أقوام يتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. يعني أن سبيل ناس يتقفرون العلم وبيقولوا ده مفيش قضاء وقدر وأن الأمر أنف، يعني الأمر الطبيعة.
قال لهم عبد الله بن عمر: أخبرهم إذا رجعتم إليهم فأخبروهم أني بريء منهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد برئ منهم، فإنه قد حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. قال: فوضع ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، أي جلس وضع كفي نفسه على فخذي نفسه، يعني هو ما حطاش على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التأدب في طلب العلم، لأن الرجل إذا جلس إلى من يؤدبه أو يعلمه فوضع كفيه على فخذيه هو مثلا، كان هذا فيه استنقاص للذي يعلم، وإنما إذا جلس جلسته فوضع يده على فخذي نفسه كان فيه أيضا من باب الأدب وإن باب الإقرار لصاحب العلم. قال: فجلس فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرنا عن الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه قال الحديث: قال: عجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الشاهد في باب الوقت. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. قال: ثم ذهب فلبث مليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد الحديث الذي يخدم باب المراقبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو تحقيق المراقبة للعبد، هذا هو تحقيق المراقبة للعبد، أن يعلم علم يقين بأن الله تعالى يراه في كل شيء. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فسبحانه وتعالى من محض علمه يعلم الحبة السوداء في الأرض السوداء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى، ويعلم ما في شيء في أي ظلمات، لأن الرجل أو أي شيء مثلا إذا سقط في محيط من المحيطات فإنك ترى الحبة الصغيرة تكون في الطين في المحيط مثلا 3000 كيلو و2000 كيلو و1000 كيلو، القيعان اللي بيقولها النهارده ينزلوا على الوسط الكبير المعدل هذا المعدل. الله سبحانه وتعالى يعلم هذه الحبة الصغيرة في هذا الطين المنغمس المطموس في هذه الظلمات، ظلمات الأمواج، يعلمها سبحانه وتعالى حتى إذا مرت بظلمات السحاب وإذا مرت بظلمات المطر، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله سبحانه وتعالى واحد فينا لو
لو مثلا النور قطع عليه يوم من الايام في مكان مظلم او في مخزن من المخازن او في بيت من البيوت اللي جوه دي، ممكن ما يشوفش ايده فارغه او على الاقل في لحظات معينه. الرجل فعلا اذا نظر الى يده لم يكن يراها. فما ظنكم ان كان في قاع مظلم فوقه امواج مظلمه فوقه ظلمات، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. فان علم العبد واستيقن في نفسه بان الله تعالى يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، ويعلم ان الله تعالى رقيب عليه في افعاله واقواله وما ايقن وما ظن به قلبه، يعني حتى الذي تظنه بقلبه الله سبحانه وتعالى يعلمه، يعلم خائنة الأعين. النهارده لو واحد فينا بص في الشارع ممكن واحد يبص لواحد نظرة هذا الشخص لا يعلمها هل هي نظرة حب أو نظرة كراهية، لكن الله يعلمها. أنت ممكن تبص لواحد هو بجوار قرار نفسه مش عارف أنت بتبص له بتحبه ولا بتحبوش، لكن الله يعلم أي هذه النظرة كانت. أنت تقابل المرأة وتحدثه وقلبك فيه شيء مثلا، سواء كان بحب أو ببغض، ولكن الله تعالى يعلم. أنت لا تطلع الخلق على أسرار نفسك، ولكن الله تعالى يعلم كل شيء، ما يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا استقر ذلك في قلب العبد فكان من أمر المراقبة أن يجعل الله تعالى معه في كل أمر، فيجعل الأمر كما أراد الله سبحانه وتعالى. هذا مما جاء في باب المراقبة في الحديث الأول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. من ضمن الأسئلة التي سألها جبريل بالرسول ما البر؟ قال ما ارتاحت إليه النفس ووقر القلب وصدقه العمل. قال وما الإثم؟ قال هو ما حاك به في الصدر حتى في الصدر ووسوس به الشيطان وكريه لأن يطلع عليه الناس. في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، ولا زال الحديث موصولا في باب المراقبة، وهو باب نفعه كبير، والأخذ به يجعل المرء من دار إلى دار، فيأخذ من يديه إلى دار الحق. فالحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه أنه قال، هذا قول مرفوع لأنس، مرفوع موقوف على أنس رضي الله عنه، أن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذه قولة أنس رضي الله عنه في العقد الأول، لأن أنس رضي الله عنه عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيقرب من 90 عاما. قال أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. تخيل لزمن أنس رضي الله عنه الذي نزل فيه بعض الخلاف الراشد، فما ظنه بزمان بعد 14 قرن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه. يعني تخيل زمن أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم 8 أو 10 سنين، بيقول كلام ده إنكم تعملون أعمالا تعرضونها في أعينكم أدق من الشعر وهي حين كنا نعودها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. فلو جاء أنس في زمان لا يقول إيه؟ في زمان لا يقول إيه؟ ولو جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان هل يجري حال أمره صلى الله عليه وسلم؟ أبدا مطلقا. النهارده يتحايل الناس مثلا يقول لك يوم على أكل الربا، يتحايل الناس كيف يأكل الربا، يتحايل كيف يأكل الميراث، يتحايل كيف يأكل حقوق الغير، يتحايل كيف يسيء بالجماعة، ويجيب لك نصوص شرعية بالتحقيق وعلى مثال طبعا، ولكن فهمه غير ما فهمه الله نبيه ورسوله، أو
وغير ما فهمه الله نبيه وصحابته. فترى العبد مثلا في هذه الايام يتحايل على الدين حتى يكاد ان الامر يصير عنده طبيعيا. لذلك قال اهل العلم ان الرجل اذا اعتاد المعصيه صارت عنده سنه. الرجل النهارده مثلا الحرامي في اول مره لما يروح يسرق اول مره، اول يوم يروح 20 مره ويرجع ما يسرقش. يروح عشان مثلا يسرق عربيه، يسرق شقه، يسرق محل، ياخد بعض يروح الشارع يبص بصتين ثلاثه ويرجع، يعمل خطه ثاني وبرضه يرجع 50 60 مره على هذا الحال، لانه ما زال فيه وجل، لانه لم يتعود السرقه. لكن اول ما يسرق اول مره خلاص عرف الطريق، فبقى النهارده مش يسرق، ده يسرق ويكتب. يصير فعل المعصيه سنه. لذلك اهل البدع وإنا لله وإنا إليه راجعون تصير عندهم البدعة عبادة. هو يدافع عن البدعة. لذلك أعظم الأمور في الشر عظم البدعة، لأن صاحب البدعة لا يرى نفسه على طريق صواب، بل هو يرى نفسه على طريق الحق فيدافع عنه. يعني مثلا الخوارج في عهد علي رضي الله عنه وارضاه، الذين خرجوا مثلا وقبل سيدنا علي الذين خرجوا على سيدنا عثمان رضي الله عنه فقتلوه، هم يظنون انهم نفسهم يدافعوا عن عقيدته، هم بيقولوا انهم هيقيموا الاسلام كما اراد الله ورسوله، فهو يدافع عن عقيدته. فلذلك حذر الاسلام من اهل البدع. فيقول انس رضي الله عنه انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر كنا نعمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات اي من المهلكات. النهارده مثلا برضه وبالامثال يتبين الامر. لذلك قال الله تعالى وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. يعني حد يقول لك مثلا كذا كذا ما تاخدش كلمه على الفاضي. كلمه لما حد يقول لك مثلا لازم تنتبه عند المثل، لان تلك الامثال نضربها للناس مش اي حد يعقل المثل، وما يعقلها الا العالمون كما قال الله سبحانه وتعالى. مثلا في الزمن اللي احنا فيه النهارده الفتيات او النساء في الشوارع متبرجات، امر مطلق الا ما رحم الله سبحانه وتعالى من فتيات المسلمين او من نساء المسلمين. فالمتبرجه دي وخارجه من الشارع ده الامر ما صارش لحد عندها بس، ده هي لو طلعت غير متبرجه قد تامرها امها بالتبرج. يعني الامر ما صارش تبرج، وبداعي التجمل، بداعي الزينه، بداعي البنات كلها كده، بداعي ان هو ده الامر الطبيعي، بداعي ان لو رجل كده مش هتتجوز او مش هيجيلها واحد، هي فعلا هتتجوز وهيجيلها واحد بس هيجيلها واحد شبابها، لان كما قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا. ففعلا هي هيجيلها واحد لكن هيجيلها مش هيتقي الا فيه. لكن البنت المؤدبه التي تحجب نفسها عن الرجال، والمرأة المؤدبة التي تزين نفسها لزوجها ولا تزين نفسها للرجال إنما يأتيها الله تعالى من خير. النهارده مثال في قيس هذه الأمثلة فيما قاله أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا كنت ترون في أعينكم أدق من الشعر. النهارده الكذب أدق من الشعر. أمر الصلاة اللي هو أمر عادي عند الناس. قال أنس رضي الله عنه إنا كنا لا نرى أنه لا يتخلف عن الصلاة إلا منافق بين النفاق. يعني لو واحد بس تخلف عن الصلاة يبقى يويل. لو واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعين تخلف عن الصلاة أول شيء يتهمونه منافق. النهارده مش متخلفين عن الصلاة، ده من النهارده متخلفين عن الدين، مش فرض الصلاة بس اللي فيه تخلف. ده الناس متخلف عن الشهادة، شهادة التوحيد الناس متخلف عنها. الناس لا كادت تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب، ما تعرضش على العيون، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. شفت جماعة الباب ولا جماعة صحابة لما يبقى الحصير من خزف يجيبوا عود بمشر عود تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشرب الفتنة يعني بس رغم يعني واحد شاف واحد ماشي في الشارع متبرجة مش بس بص عليها، ده هو أقل من هي مش كده. أو واحد شاف واحد بيسيب الدين في الشارع مش بس هو اتعامل زيه، لا ده هو أقل من اللي زيه. أيما قلب أشربها نكدت فيه نكدة صدر يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيما قلب أنكرها يعني اللي يرى الفتنة فينكرها
شاف واحد من مشى على وشه الناحيه الثانيه، شاف واحد يسب الدين استغفر الله، شاف واحد يظلم واحد منع عن الظلم، شاف واحد بيشتم جوزها نهاها، شاف واحد بيقتل اخيه نهاها. فمن نقر هذه الفتنه، فمن شرب هذه الفتنه نكتت فيه نكته سوداء، ومن انكرها نكتت فيه نكته بيضاء، حتى تعود القلوب يعني يوم القيامه الى قلبين، قلب اسود مرباد كالكوز الجخيه. شوف الواحد فينا مثلا لما جاب الكرامه يعمل فيها شاي باستمرار، هي بس بتاعت الشاي، يجي مع الوقت مع الزمن يلاقي من تحت درجه سوداء، ده الكوز مجخيه، هذا هو الكوز مجخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تعود القلوب يعني يوم القيامه الى قلبين، قلب اسود مرباد كالكوز مجخيه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، وقلب ابيض لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. فلا بد للناس ان يعوا هذه المقاله، قالت انس رضي الله عنه، حتى يكون في باب المراقبه حق الرقابه، وحتى يعلموا علم يقين ان قولة الصحابيه لا تمر على الناس بهو كرام، انما هي قولة الحق، لان الذي علمهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ما جاء في باب المراقبه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ما نزل عن شيء.